السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة من جولات مكتبنا، مكتب محطة الغردقة للتسويق والاستثمار العقاري. جولاتنا المعتادة من شوارع المدينة الساحرة مدينة الغردقة. احب اطمن الناس اللي بره مصر، اللي عايشين في التلج وجو اوروبا. الجو عندنا زي ما حضراتكم شايفين، ربنا يدومها علينا نعمة يا رب. الشمس الجميلة بتاعتنا، جو حر النهاردة. بتكلم في يوم منتصف شهر اكتوبر 2025. الجو في اوروبا طبعا الناس اللي عايشة هناك عارفين الجو عامل ازاي. علشان كده بقول لك الغردقة احسن بلاد العالم علشان تستمتع بيها في الشتاء، من اول النهاردة الى 15/5. احلى جو في العالم كله تلاقيه في مدينة الغردقة الساحرة. واقفين فين يا استاذ محمد؟ واقفين في اجمل مناطق واحياء الغردقة. الاحياء يا جماعة ده اسم. الاحياء اللي محيرة الناس دي هي فين بالظبط؟ الناس اللي ما جاتش الغردقة، والناس اللي متابعانا، والناس اللي بتفكر تيجي تشتري شاليه مثلا للاجازات والاستثمار في الغردقة. الاحياء مدخل المدينة الشمالي. لو انت جاي من اسكندرية، من القاهرة، من طنطا، من المنصورة، من المحلة، من القليوبية، من محافظات شمال مصر، اول ما تدخل الغردقة تلاقي الاحياء. طب الاحياء دي ايه؟ الاحياء دي اسم. تحت الاسم ده في مناطق كتير، وفي كومباوندات، وفي منتجعات، وفي قرى سياحية، وفي فنادق سياحية، وفي ممشى سياحي، وفي جامعة الغردقة، وفي أرض الجامعة وأراضي الجمعيات والمجاورات وشباب الجامعة، وتقسيم الأمير طلال، والأحياء اتحاد ملاك، والفيروز، واللؤلؤة، وتقسيم النور على شمالنا، والممشى السياحي الجديد، والفنادق السياحية، وتقسيم الوزراء. كل ده موجود في الأحياء. من أكبر مميزات الغردقة إن هي بتلبي كل الطلبات. عايز شاليه على البحر على الرمل؟ موجود. عايز مناطق شعبية؟ موجود. عايز مناطق وسط؟ موجود. عايز شقة عادية في عمارة أهالي؟ موجود. عايز كومباوند تحت الإنشاء التشطيب؟ موجود. الغردقة بتلبي كل الطلبات. الأحياء فيها حاجات جميلة بتتعمل كل يوم، فيها مشاريع جميلة بيتم إنشائها. الأحياء تتغير كل يوم للأفضل وللأحسن. يا جماعة الأحياء من 3-4 سنين ما كانتش كده، ما كانتش بالشكل ده. انت كنت بتتكلم في صحراء جرداء. النهاردة عماير سكنية، منشآت، ممشى سياحي، فنادق سياحية، شاليهات. تتغير الأحسن. السكن أذواق، زي أي حاجة في الدنيا أذواق. اختيارك للحاجة ده بيرجع لذوقك انت. بتعرض عليك حاجات، بتعرض عليك مشاريع كتير، مش قادر تاخد القرار، استعين بحد يكون فاهم وخبرة يساعدك في اتخاذ القرار. اليافطة قدام حضراتكم، القرى السياحية، الجونة، مبارك 11، الأحياء يمين، وشارع النصر. يعني لو خلنا يمين هو قصده هنا الأحياء اللي هي اتحاد ملاك، اللي هي الأمير طلال، واللي ورا اسم شرطة الأحياء. ولو كملنا على طول هنصل إلى ميدان الدهار وبداية شارع النصر. دخلنا شمال هيطلعنا على الممشى السياحي والفنادق السياحية، وهيوصلنا لحد الجونة.
بعد الجونة على طول هتبدأ تاخد طريقك إلى القاهرة. الأحياء أول الغردقة وانت جاي من القاهرة، بداية البلد. الأحياء هي بداية مدينة الغردقة. كل يوم في مشاريع هنا، ناس بتفتح مشاريع، محلات، كافيهات، الدنيا بتعمر، الحياة بتعمر يا جماعة. الأحياء من كام سنة كانت صحراء، والناس بتزيد بسم الله ما شاء الله. مستقبل اللي جاي هنا في الأحياء. مش عايز اتكلم في الأسعار لأن القناة بتاعتنا موجودة على اليوتيوب، دي أرشيف زمني وللماضي. دور في الفيديوهات بتاعتنا على قناتنا على اليوتيوب محطة الغردقة، وشوف الأسعار في الغردقة كلها مش الأحياء بس. سنة 21 بكام، وسنة 22 بكام، سنة 23 بكام، و24 بكام. أنا عايز أقول لك إن الأسعار من بداية 23 و24 لحد النهاردة خدت خط تاني خالص في الارتفاع. لحد 21 22 كانت الأسعار هادية والمعروض كان كتير، وتقدر تتحرك هنا وتشوف هنا، والأسعار هادية في كل مكان، ابتداء من الكوثر ومجاويش والإنتر والهضبة وعربية والموظفين والكورنيش والأحياء وكل المناطق الراقية الجميلة في الغردقة. من بداية 23 24 بدأت الأسعار في الارتفاع في كل مكان في البلد، حتى الأراضي. النهارده الأرض في الجامعة، حي الجامعة، من 3 سنين كانت عاملة 80,000 جنيه، النهارده عاملة 800,000 جنيه و850,000 جنيه. حتى المناطق الشعبية زادت، كل شيء زاد، علشان حضرتك تعيش الواقع وتعرف أسعار النهارده اختلفت كتير عن سنتين فاتوا. طب انت النهارده بتشتري وبتدفع مقدم والباقي بتقسطه، لان انت بعد سنتين وثلاثة هيكون القسط خلص وما نعرفش الاسعار راحة فين. على يميننا هنا حي شمال الغردقة، يعني مجلس المدينة. مجلس المدينة، البلد كبرت يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، بلد كبرت. كان عندنا الاول مجلس مدينة واحد، اصبح عندنا مجلس حي شمال الغردقة هنا بتاع الاحياء، وفي مجلس حي جنوب في اول طريق المطار امام مدرسة رجاء. على شمالنا هنا عماير اتحاد الملاك. احنا صورنا الحتة دي قبل كده، لا انا هصور لكم النهارده حاجة جديدة. هنلف شمال، الممشى السياحي، فنادق السياحية، البحر، الروقان. الناس اللي بتحب الهدوء موجود في الأحياء، بتحب البحر، الأحياء، الشوارع الواسعة وتمشي براحتك، الأحياء. من جمال مدينة الغردقة ان هي لسه ما ازدحمتش زي بلاد تانية في مصر. بحب اديلك المعلومة بالتصوير كأنك بالظبط راكب معايا في العربية، كأنك قاعد جنبي كده في الكرسي اللي جنبي في العربية، وبنتفسح مع بعض في البلد وبنتكلم عن البلد بالصوت والصورة كأنك بالظبط معايا. هنا بداية الممشى السياحي، وعلى يمنا البحر والقرى والفنادق السياحية.
ما شاء الله المشاريع اهي تحت الانشاء، كل يوم البلد بتعمر وكل يوم في جديد. ده مشروع تحت الانشاء على البحر مباشرة اهو. شايفين المشروع اللي بعده على طول ده يا جماعة؟ بس عشان يعني انا بدي لك الكلام بالدليل. هنقف هنا لحظات كده. شايفين المشروع ده اللي هو لونه ابيض في رصاصي ده فينادير باي. راجعوا كده على قناتي، راجعوا كده على قناتي محطة الغردقة على اليوتيوب. كنت جايب لكم فيه شاليهات برخص التراب. كنت جايب لكم فيه شاليهات. ده في شاليه كنت عارضه عندي على القناة هنا، شايف حمام السباحة ومتشطب ومفروش ب 650,000 جنيه. وفي شاليه تاني كان 110 متر شايف البحر هنا في فينادير باي، كان مطلوب فيه مليون و600,000 جنيه. كان بيتسلم متشطب سوبر لوكس. كل ده موجود على قناتنا محطة الغردقة هتلاقوه. شايفين النهاردة بسم الله ما شاء الله اتشطب واشتغل اهو بقى حاجة تانية. فينادير باي حاجة راقية جدا على البحر مباشرة. امن 24 ساعة واستقبال ريسبشن. فندق، ده فندق اهو. مصريين على اجانب على عرب على الجنسيات كلها. حاجة لما بتشتغل وبتخلص بتفرق كتير قوي. جنبه بقى المشروع ده تحت الانشاء بس بدأوا يشطبوا فيه اهو. لسه عارض لكم فيه تقريبا من اسبوع شاليه 88 متر هيتسلم متشطب سوبر لوكس اهو. المشروع الجديد بتاعهم اهو 3 شهور وهيشتغل ان شاء الله. اسمه فينادير اكوا اهو. فينادير ايه؟ اكوا على البحر مباشرة. لسه عارض لكم فيه شاليه غرفتين وصالة 88 متر بيطل على الممشى السياحي. هيتسلم متشطب سوبر لوكس ومطلوب في سعر المتر 30,000 جنيه اهو. 3 شهور وهيسلموه وعلى البحر مباشرة. شاطئ خاص وحمامات سباحة وحاجة راقية جدا. انا ما بخبيش حاجة على حد، وبنزل لك بكل التفاصيل بالصوت والصورة، وبقول لك السعر على عام قدام العالم كله بالجنيه المصري وابو اليورو. وفي عندهم محلات تجارية تحت. دي محلات تجارية اهو. دي هتبقى بازارات على الممشى السياحي مباشرة. وعندهم شاليهات. مشروع ممتاز جدا على البحر وفي وسط الفنادق السياحية. بصوا بدأوا يشطبوا ازاي اهو. المبنى الابيض في رصاصي ده تبعهم اهو. تبعهم اهو. المبنى ده تبع المشروع. المشروع ده فينادير اكوا. السلام عليكم. حته كلها بازارات وكافيهات ومطاعم زي ما حضراتكم شايفين. ودي فنادق سياحيه. الأحياء يا جماعة، الأحياء ليها طعم تاني، ليها ريحة تانية. الغردقة من غير الأحياء ما تنفعش. الممشى السياحي والفنادق السياحية، البازارات والمحلات والكافيهات والمطاعم، كل الخدمات موجودة قدامك.
وبكده تكون جولتنا النهاردة انتهت. ألقاكم على خير وأشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. وبكده تكون جولتنا النهاردة خلصت. ألقاكم على خير، دمتم بخير. كان معكم محمد الدويك من مكتب محطة الغردقة للتسويق والاستثمار العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.